معنا من جنيف مراد دهينة المتحدث باسم مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. سيد مراد، كيف تنظرون إلى حملة الاعتقالات الجارية في مصر والتي تطال في معظمها معارضين؟ نعم، تحية لكم. في الحقيقة ما نشاهده هو مواصلة مخطط كان أعلن عنه وعن كل تفاصيله من طرف السلطات التي هي متحكمة في زمام السلطة منذ انقلاب 3 يوليو. فهي وضعت خارطة طريق، وأنا أتكلم الآن عن خارطة الطريق التي تخص المنظمات والحقوقيين الذين يعنون بمراقبة وضع حقوق الإنسان. فخارطة الطريق تلك هي تبنى إلى يومنا هذا على الاعتقال على أوسع نطاق، على القتل خارج الإطار القانون. ولدينا وأحصينا ما يكفي من الحالات التي تمكننا أن نصف ما يقع في مصر منذ أسابيع، 6 أسابيع على الأقل، على أن تلك الجرائم ترقى إلى أنها ممكن توصيفها بأنها جرائم ضد الإنسانية. ولكن سيد مراد، يعني قد يقال لك من قبل المؤيدين للسلطات الجديدة، يعني في النهاية أنت في جنيف وقد لا تكون على بينة مما يحدث على الأرض في مصر، خصوصا أنه من يتم اعتقالهم، وهذا بحسب المؤيدين أو السلطات الجديدة، يقولون إن المعتقلين يواجهون تهما بالفعل. طبعا هذا الكلام عن البعد عن مصر لا يستقيم، فنحن في عالم الاتصال ولدينا أخبار تأتينا يعني بالاستمرار وعن ذلك، عن الأوضاع الراهنة، وللمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحترمة لديها من يقوم بالأبحاث والتوثيق الميداني، وهذه أمور وأساليب معترف بها دوليا، ونحن نتعامل مع جهات رسمية كالأمم المتحدة التي لم يسبق. طيب، ولكن في النهاية أيضا سيد مراد، يعني المعتقلون يواجهون من جانب القضاء المصري تهم معينة وسيحكمون وفقها. طبعا نحن كل ما يجري وفق القانون، سواء القانون الداخلي المصري أو، وهو أهم من ذلك، المعاهدات التي صادقت عليها مصر كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب. كل هذه الأمور تجعل مصر ملزمة باحترام حقوق الإنسان، وما وثقناه لحد الآن يدل على العكس تماما. فمثلا إذا تكلمنا عن الحادث اليوم، هذا مقتل الذين ذكرتهم وزارة الداخلية 36 شخص، وهم تقول أنهم أرادوا الفرار من السجن. نحن لدينا بعض المعلومات إذا سمحت أعطيك إياها الآن. نعم تفضل. فكان طبعا عند فض اعتصام ميدان رابعة العدوية اعتقال، حسب ما أحصينا وما وردنا، ما لا يقل عن 720 شخص يومها نقلوا إلى مخافر الشرطة في قسم 1-2 بمدينة نصر. ومنع المحامون من أن يلتقوا بهؤلاء، فطبعا نحن بحثنا الموضوع بدقة، ومنع المحامون من أنهم يلتقوا بالذين أوقفوا، ثم كذلك العائلات منعت من زيارتهم. وسربت أخبار من طرف رجال في الشرطة أنه وقع تعذيب حقيقي لهؤلاء في تلك المخافر. وأقبح من ذلك، ومخالفة للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، تم التحقيق من طرف النيابة العامة في مخافر الشرطة ضد هؤلاء المعتقلين. شكرا لك مراد دهينة المتحدث باسم مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، حدثتنا من جنيف. أشكرك على هذه المعلومات، ولكن يعني ليس لدينا الكثير من الوقت لنستعرضها كلها.